الوغ انا جابتني البلاصه اللي قلت لكم، اللي كانوا كيجيو كيهزوا من هذاك الغيس الخضراء ولا غير الفارت، هو هذا. ها هي هنا كانوا كيجيو منو، راه باقي كثير بواحد الشكل كثير بزاف كاع، كيجيو كيقلعوه. كاين اللي كان كيبيعو، كاين اللي كان عايق وكيجي دابا هاد لا فيديو اللي غادي تشوفوها كي غادي يشوفوها بزاف ديال الناس في وسط مراكش، غادي يبغيو يعرفوا هاد المنطقه، لان كاينين بزاف ديال الناس غادي يجيو باش يقلعوه من هنا باش يبيعوه. ها هو هنا في الحقه في الطبيعه. هو هاد هاني دبرت لكم على مصيرف. يلا بالنسبه لدوك اللي بغاو يديروا شي بيعه وشريه، ها هو الغيس الخضر. اي هذا كيستعملوه الهنود، كيدوشوا به، عندهم واحد الدوش في شي شكل، الا وهو كيدهنوه على الجسم ديالهم وكيخرج لي ديشي، وفي نفس الوقت كيعطي للجسم واحد النضاره، لانه غادي يكونوا فيه املاح معدنيه وغادي يكونوا فيه بزاف ديال المكونات، كيحارب حتى الناس اللي عندهم الكزيما وعندهم هادشي ديال الامراض الجلديه، راه كينفع عليهم هاد الغيس الخضر هذا. ها هو شته كاع هاد الجبل تبارك الله عامر به. ايوا المهم انا ها فين هنا راه ما يعرفوش الناس بزاف، كيدوزو عليه دوك اللي كيكونوا غاديين لمغارات ايمين قرقر، اللي غاديين زعما لسبتي كافروان من ديك الجهه، من هاد الجهه هادي، هاد الجهه كاين سبتي كافروان، وهاد الجهه هادي فيها العقرب، وهاد الجهه فين غادي انايا طريق طمازوز، ولكن على طريق الجبال، قليل اللي كيعرفها. اجي نوريكم اش واقع في هاد القنت هذا، تشوفوا واحد الطبيعه كي دايره، غير الهدوء، الصوت ديال الحفيف، الصوت ديال الطيور، الصوت ديال الهواء، والهواء نقي لواحد الدرجه ما تصوروهاش. الله 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 على نعم الله. اي هذا الشجر هذا في شي شكل، هذا الصفصاف، وغالبا فاش كتشوف الصفصاف كتعرف بان هذه المنطقه دازو منها فرنسا، لان شجره الصفصاف ما كايناش في وسط المغرب الخوت، هي حديثه العهد، يعني فرنسا اللي جابتها معها. بزاف ديال الاشجار، هذا موضوع غادي نتطرق ليه ان شاء الله في القريب، وغادي نتكلموا على ثقافه الاشجار اللي راها كاينه في وسط المنطقه ديال الحوز، وبالاخص في المغرب، في المغرب اون جينيرال، وفي المنطقه ديال الحوز بصفه خاصه، وبالاخص في مدينه مراكش، لان هذه الثقافه هذه ما عارفينهاش الناس كاع، ما فاهمينهاش. ونتحدى شي واحد، واخا هذه فكره غادي يكونوا غادي يقتنصوها مني البعض، ولكن المهم معليش، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، ماشي مشكل. هاد الطريق هادي راه غاديه لطمازوز تاع الخوت، على طريق الجبال. الهواء ما نعاود لكمش، كيرد الروح. اللي عنده شي ضيقه ولا شي حاجه يجي هنا، كتحس بالحريه وبالانتعاش. ايوا نخليكم على هذا المنظر الرائع.